بما اني حزينه وندمانه اني قصيت شعري، فالبنات اللي عايزه تطول شعرها تعالوا بقى نطوله مع بعض بشويه حاجات هنعملها او برودكتس كده. بفكر نعمل جروب شات على الواتساب ولا حاجه ونبقى بنتابع مع بعض على طول. على فكره مش اول مره اصلا احاول ان انا اطول شعري، يعني انا من كام سنه اعتقد ان أنا عملت لكم فيديو قلت لكم كده قبل كده، هحط لكم صوره لو لقيت. كان شعري قصير وفضل سنتين مقموص مني ومش راضي يطول، بس طولته. هنطوله مع بعض تاني، بس برضه عشان ما تزعقوليش جامد انا ما قصرتوش قوي، انا قصيت ربعه مثلا، هو كان لحد هنا لو تفتكروا، دلوقتي بقى لحد هنا، بس هيطول هنطوله. والله موضوع الواتساب جروب ده ما كنتش محضره له ولا فكرت فيه قبل كده ولا ثانيه، دي كانت حاجه وليده اللحظه وانا بصور الفيديو دلوقتي، حاسه انها هتبقى حاجه كيوت. فلو في بنات عايزه تدخل على الجروب ممكن تبقوا قولوا لي في الكومنتس بس مبدئيا عشان ما يبقاش ويست اوف effort and money، في حاجتين مهمين قوي لازم تاخدي بالك منهم كويس جدا. واصلا الحاجتين دول بالذات لو ظبطتيهم ممكن اصلا ما تحتاجيش ان انت تجيبي اي برودكتس ولا تعملي اي حاجه ثانيه، بمجرد ما تظبطي دول هتلاقي ان شاء الله شعرك هيطول. first things first، طبعا اول حاجه تحاليلك. في نسب معينه لو مش متظبطه في مكونات دمك صعب جدا ان شعرك يحصل له اي بروجرس. مش شعرك بس، ده شعرك وصحتك وبشرتك ونشاطك وكل حاجه، بس يعني بما اننا سبيسيفايد بنتكلم دلوقتي عن الشعر، وعشان بس ما نطولش الفيديو قوي، فلو انت مش عارفه التحاليل دي اساليني في الكومنتس. طيب ظبطتي تحاليلك، برافو عليكي. تعالي بقى اكتر حاجه بتخلي الشعر ما يطولش، او اكشلي المين ثينج اللي بسببه ما بيبانش طول شعر ده، انت كمان في بنات بتحس ان شعرها بيقصر مش بس ما بيطولش، هو التقصف. والتقصف مش بس مشاكله المشاكل السهله العاديه بتاعت اصل شعري شكله بهتين، اصل من تحت كل شعريه مقسومه اتنين شكله وحش قوي، شكله مش هيلثي. هو مش بيطول، هو شعرك بيعجز، لان انت كل ما شعرك بيطول حته من فوق، نفس الحته دي ويمكن اكتر منها بتتقطف من تحت، بتتقطم من تحت، بيبقى الشعر ضعيف جدا. طيب ازاي بقى اخلي شعري ما يقصفش؟ والمقصف القديم ده قص كله خلاص ملوش حل ولا ممكن يتعالج؟ وازاي اخلي شعر جديد ما يقصفش؟ هنتكلم في كل حاجه واحده واحده. طبعا كده كده وبديهيات وكلنا عارفينها ان الحراره والبليتشنج التشقير بيدمروا الشعر، والفورمالين والمواد الكيماويه القاسيه اللي بتبقى موجوده في التريتمنتس اللي بتتعمل عند الكوافير، الارجان والبروتين والحاجات دي. في تريتمنتس تانية بتبقى بمواد تانية خالص بقصص تانية بقى نتكلم عليها بعدين، بس التريتمنتس اللي بتتعمل في الكوافير، الكوافير مش بيبقى شخص متخصص، مش بيبقى دارس، مش سبيشالست، مش دكتور، فهو مش شخص مؤهل ان هو يحط المواد الكيماويه دي على شعرك. فانتي لو مش هتستخدمي الحراره بوعي وذكاء ويستحسن تقلليها جدا، ولو مش هتوقفي تماما البليتشنج ده ممنوع، ولو مش هتبطلي المواد الكيميكالز البشعه اللي بتتعمل في الكوافير، لو مش هتعملي الحاجات دي ما تدخليش معانا على الواتساب جروب. وبما اننا في الصيف، فالكلور اللي في البول، الملح اللي في البحر، اشعه الشمس، كل دي حاجات هي مش بس بتخلي التقصف اللي عندك اوريدي يبقى بشع ويزيد جدا، ده انت لو شعرك ما فيهوش ولا شعريه واحده مقصفه، الحاجات دي كفيله انها تدمره لو ما حميتيش شعرك منها صح. بنحمي شعرنا منها ازاي؟ لما نيجي ننزل البول او البحر لازم يكون شعرنا مبلول بميه عاديه من الحنفيه، الميه العاديه. شعرك يبقى مبلول بينقط، وحطي عليه ماسك، ممكن ماسك وليفن وسيرم، الثلاثه اخلطيهم على بعض وغرقي بيهم شعرك. احتكاك شعرك باي حاجه مش مناسبه للاحتكاك بشعرك بيعمل تقصيف وجفاف ومشاكل كتير. المخده اللي انت بتنامي عليها، البيلو كيس، المفروض انها تكون حرير او ستان. التوكه بتاعتك ممكن تكون بلاستيك او خشب او حرير، يعني اي قماشه تانية مرفوضه تماما، لان انت وانت بتشدي التوكه من على شعرك مره في الثانيه في الثالثه، شوفي احنا بنشد التوكه من على شعرنا كام مره في اليوم، ده بيعمل تقصيف وجفاف. وطبعا احتكاك شعرك بالفوطه، البنات اللي بتنشف شعرها لحد دلوقتي لسه بتنشفه بتيشرت قطن او كده، القطن ما بنشفش بيه شعرنا، والقطن ده واحد من الحاجات العادات الغلط اللي معرفش مين نشر وسطنا ان القطن حاجه سيف للشعر. تنشفي شعرك بفوطه ومايكرو فايبر، والفوط العاديه اللي بننشف بيها جسمنا دي من القطن، فاحنا لسه مقايلين ان القطن مش سيف للشعر. الفوطه ده كمان الكنبه او الكرسي او الوات ايفر اللي انت قاعده عليه، بتبقي قاعده وشعرك ورا كده، وطول ما انت قاعده عمال شعرك يحتك بسطح الوات ايفر اللي انت قاعده عليه، شعرك يبقى جنبك وانت قاعده ساند ظهرك على كنبه على كرسي على اي حاجه. والبنات اللي بتسوق فترات طويله، بيبي شعرك يبقى جنبك، ما تسيبيهوش قاعد كل الفتره دي عمال يحتك مع الحراره بقى وبتاع بالكرسي. خلاص هنقفل قصه الاحتكاك دي وهنركز فيها بعد كده. ديل تاني حاجه الترطيب. انت ممكن تكوني بترطبي شعرك وبتستخدمي كل حاجه ومش مقصره ولا بخلانه على شعرك بحاجه، بس بترطبيه غلط. بنرطبه على 5 خطوات عشان يبقى الترطيب بيرفكت وشعرك ما يقصفش بسبب الجفاف.
يلا الخمس خطوات بتوع الترطيب بقى خطوه خطوه نعملها ازاي. اول خطوه الماسك، بنحط الماسك بعد الشامبو مش بعد الكونديشنر، ما تحطيش كونديشنر بعد الشامبو، بنحط الماسك الاول، بتوزعيه على خصله خصله، بتسيبيه يعني مينيمم نص ساعه ساعه الا ربع، عن نفسي بسيبه من ساعه الا ربع لساعه، بعد كده اغسليه بالميه بس. تاني خطوه الكونديشنر او البلسم، بتحطيه على شعرك، بتركزي على النص اللي تحت وتقعدي كده تدخليه كده جوه شعرك اكنك بتعصريه، وبعدين تسيبيه مثلا 3 4 5 دقائق واغسليه من على شعرك. الخطوه الثالثه شعرك وهو مبلول بنحط ليفين كريم او ليفين كونديشنر او ايا كان، هو له اسامي تجاريه كتير، المهم ان هو كريم مرطب بيتحط على الشعر. الخطوه الرابعه وهو السيرم، وعلى عكس ما كتير مننا فاكر السيرم مش منتج وظيفته الترطيب. في سيرمز بترطب بس بيبقى ترطيب ضعيف جدا، السيرمز وظيفتها الاساسيه انها بتلوك ان، بتقفل على الترطيب اللي شعرك اوريدي مترطبه. فانت لو بتحطي سيرم كل شويه وبتغرقي شعرك سيرم بس شعرك اصلا جاف، هتحسي بنتيجه لحظيه بلمعان لحظي او ممكن ترطيب لحظي كده، بس على اللونج ران الجفاف والتقصف هيزيدوا. يعني السيرم وحش، ما نستخدمش السيرم، بالعكس السيرم تحفه انها تلوك ان، تحافظ على ترطيب شعرك اللي اوريدي مترطب. فانت هتكوني مرطباه بالاربع خطوات اللي فاتوا ولا كانوا 3 مش فاكره، وبعد كده بقى حطي السيرم. خامس خطوه وهي كونديشننج ووتر، ودي شرحتها لكم كتير، بس لو في بنت مش فاكره او ما شافتش قوي كده ممكن تسالني في الكومنتس وهقول لها. هو بيبقى ليفين كونديشنر مخفف بالميه، برشه على شعري ونيفر نيدد، بس بلاش كل يوم علشان الميه كتير على الشعر برده بتزود التقصف والهيشان والجفاف. وده ياخدنا للبوينت اللي جايه وهي الميه. الميه على الشعر بتعمل تقصف وبتزود التقصف اللي اوريدي موجود وبتعمل جفاف لما بنسيب شعرنا مبلول كتير. فالمفروض ان انا بعد الشاور ببلو دراي شعري، بنشفه بالهير دراير. البوينت اللي بعدها ودي سوبر كروشال وكريتيكال وهي صحه فروه راسك. ازاي عايزه شعرك يطول يتقل يبطل تساقط وانت فروه راسك مثلا فيها قشره، فروه راسك عندها اي مشكله، عندها اكزيما، عندها فيها يعني اي سكالب كونديشن، لازم تعالجيها، لازم تروحي لدكتور متخصص. القشره لازم تتعالج، لازم. ومن ضمن اهتمامك بفروه راسك السكالب لوشنز مهمه قوي، بتزود معدل نمو الشعر. لو في عندك شعرك مثلا اوريدي كانت طبيعته ان هو اتقل وبدا يخف مع الوقت، بتديله بوش ان هو ترجعه زي طبيعته. البنات اللي ما بيستخدموش سكالب لوشنز انتوا فايتكم كتير. بس طبعا السكالب لوشنز كلها عايزه نفس طويل، عايزه استمراريه. اقل نتيجه هبدا اشوفها من بعد شهرين وانتي طالعه. انا بقالي 6 سنين او اكتر عمري ما وقفت سكالب لوشنز، حتى لما شعري بيوصل للطول او التقل او الشكل اللي انا عايزاه. حاجه كمان مهمه قوي، مش بس بتعمل تقصف، دي بتزود التساقط وبتعمل حاجات تانية وحشه للشعر. تخيلوا ايه؟ حاجه بسيطه جدا، التسريح. كتير مننا مش بيعرف يسرح شعره صح. التسريح مش ان انا بدب الفرشه ولا المشط جوه شعري واروح مسرحاه. اوكي كلنا خلاص اتعلمنا احنا بنسرحه من تحت لفوق، بس ستيل التكنيك الموضوع ده عايز توتوريال او عايز فيديو لوحده، عشان انا متاكده ان في بنات بالهبل بيسرحوا غلط وبيوقعوا كتله شعر قد كده من شعرهم بسبب التسليك الغلط، فهعمل فيديو لوحده. طيب الحته بقى اللي كلكم مستنيينها، الشعر بقى اللي اوريدي مقصف خلاص، هل ده هوبلس كيس لازم ان انا اقصه كله ولا بيتعالج ولا ايه؟ ايه صح وغلط، يعني المفروض تقصيه ومفروض ما تقصيهوش. بصي انت يو كان نيفر نو الشعر المقصف ده هو فعلا مقصف ولا هو باين لك ان هو شكله وحش من كتر الجفاف. انت مش هتبقي قادره تحددي لو انت مش شخص متخصص. فالحل ان انت كل اسبوعين مثلا قصي حته صغيره من التالف، حته مثلا كده 5 سم، وابداي ان انت اتعاملي بقى مع باقي شعرك بالطريقه الصح اللي اتفقنا عليها. لاست بس نوت ليست، في بنات كتير جدا مهما بقى عملوا كل ده، عملوا كل حاجه وكل حاجه بيرفكت، بيلاقوا شعرهم يوصل عند طول معين او عند تقل معين ومش بيزيد عنه. ده ليه؟ لان هم شكلهم لايق عليه كده، هم ملامحهم بتيت او كيوت لايق عليهم ان هم يبقى شعرهم بشكل معين بكثافه معينه. يعني انا بقى ممكن اقعد اهتم بشعري واعمل كل ده وفي الاخر يوصل عند طول معين او تقل معين وما يتحسنش عنه. ايوه ما انت بتعملي كده عشان توصلي شعرك لاحسن حالاته، احسن حالاته هو، مش حالاتي انا ولا حالاتها هي، حالات شعرك انتي. بلس ان اهتمامك بشعرك خصوصا لو بادئه من سن صغير هيخليكي ان انتي بعد الخلفه شعرك يحافظ على حالته. لان لو تعرفوا يعني ان الخلفه بجد بتبهدل الشعر وبتوقعه خالص. في بنات كتير ما عندهمش صلع وراثي فاكرين ان هم عندهم صلع وراثي بسبب ان هم خلفوا. وبعد ما تكبري في السن خصوصا بعد سن ال50 هتلاقي شعرك لسه شكله حلو، لسه شكلك حلو. واحنا الكراون بتاعنا شعرنا، يعني ده اسم السيريس اللي انا عاملاه، انا ده your permanent crown. قد ايه بيغير في نفسيتك، كل يوم اهتميتي فيه بنفسك بجسمك بشعرك باكلك بصحتك بكل حاجه. كل ده هتشكري نفسك عليه جدا جدا كل ما تكبري في السن.